يستر والدنيا انا من ما اتمنى السعاده يعني ما حدش هيعرف يعد ويكون. أويس ابن عامر القرني، الراجل ده كان من اليمن، والراجل ده عايش في عصر النبي بس ما بقاش صحابي عشان ما شافش النبي، لان العلماء بيشترطوا في الصحابي ان هو يشوف النبي. حدوث صحابي مسلما لاقي الرسول وان بلا روايه عنه وطول، يعني شرط من شروط الصحابي ان يكون مسلما ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل النبي عليه الصلاه والسلام، دي من شروط الصحبه. فسيدنا أويس فقد الشرط ده ان هو يقابل النبي او يشوف النبي. ليه فقد الشرط ده؟ عشان كانت امه ست كبيره ومريضه، وهو فضل ان هو يفضل جنب والدته يرعاها ويشوف هي محتاجه ايه، وما يروحش للنبي، ما يروحش يشوف النبي. فاسلم بالنبي بس ما قابلش النبي، فنزل من مكانه الصحابي لمكانه الايه؟ التابعي، والتابعي ده مكانه اقل من الصحابي. بس شوفي بقى المنزله، مات سيدنا النبي ومات سيدنا ابو بكر وجت خلافه سيدنا عمر. في خلافه سيدنا عمر كل ما حد يجي من اليمن سيدنا عمر يسالهم افيكم اويس بن عامر؟ انتوا اويس بن عامر معاكم؟ فيقولون لا يا امير المؤمنين، ما جاش السنه دي في الحج، قاعد جنب امه ما بيسيبهاش. السنه اللي بعدها سيدنا عمر يسال افيكم اويس بن عامر؟ يجي حد جاي عمره من اليمن سيدنا عمر يقول لهم افيكم اويس بن عامر؟ ده مين الراجل اللي سيدنا عمر عمال يسال عليه ده؟ ده يعني ايه السر اللي يخلي سيدنا عمر يسال على واحد من اليمن ما يعرفوش ولا قابله قبل كده، وواحد كمان من التابعين ما شافش النبي ولا قابل النبي ولا راح للنبي عليه الصلاه والسلام؟ لغايه ما يجيب سنه من السنين يا استاذ وهاب سيدنا عمر يسال افيكم اويس بن عامر؟ قالوا نعم يا امير المؤمنين. ايوه موجود معانا السنه دي، جاي حج بيت ربنا. فسيدنا عمر نادى عليه قال تعالى يا اويس، فاقبل حتى وقف بين يدي امير المؤمنين عمر. سيدنا عمر قال انت اويس بن عامر القرني؟ قال نعم. قال يا اويس انت من مراد قبائل ثم من قرن من اطراف اليمن، مكانك في المكان الفلاني في اليمن؟ قال يا امير المؤمنين نعم. ايوه انت عارف السي في بتاعي كله. قال يا اويس كان بك برص في جسمك فشفاك الله منه الا موضع درهم؟ قال يا امير المؤمنين نعم. ايه ده؟ قال يا اويس لك والده انت بها بر، ليك ام انت بر بيها؟ قال يا امير المؤمنين نعم. ايوه. قال يا اويس ادعو الله لي واستغفر لي، يا اويس ادعو الله لي واستغفر لي. قال يا امير المؤمنين ومثلي يدعو لمثلك؟ انا ادعي لك؟ قال يا اويس استغفر لي فان رسول الله قال لي يطلع عليكم اويس بن عامر من أطراف اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فشفاه الله منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار يا عمر، إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك فإنه لو أقسم على الله لأبره الله. الله الله يا الله يا يعني الله. دعاءه مستجاب. ده مش مستجاب بس، ده النبي بيقول لعمر يا عمر ده لو أقسم على ربنا يبر قسمه. كل ده بره بأمه، عشان بر بأمه، عشان فضل ملازم لأمه، تحت رجلين أمه، تحت قدم أمه. الأم فضلها عظيم، ومكانة الأم كبيرة جدا، ومهما عملنا عشان نرد لها الجميل والله العظيم مش هنقدر نوفي لها أي حاجة من جمالها علينا.